ليش ما تنباع شقتي؟ سؤال متكرر. يعني باليوم يمكن يوصل لي بالحدود 25 سؤال مثل هذا السؤال. ليش ما تنباع شقتي؟ أنا عرضها صار لي سنة وما انباعت شقتي. شقتك لسببين ما تنباع. أولا يا أما أنت طالب بيها سعر عالي فوق السوق أو ويا السوق. طبعا لما نركز على سالفة ويا السوق، اليوم اكو عروض هواي، الطلب جدا قليل. يعني الطلب خلينا نقول 2% او اذا وصل حتى 2%. الطلب 2% والعروض مليون بالمية. فاكيد انت شقتك طلبها ويا السوق. الشخص اليوم اللي يريد يشتري، التركي اللي يريد يشتري، فراح يشتري الشيء المناسب اللي يشوفه مناسب وفرصة. اما انت عارضها ويا السوق او فوق السوق ما راح تنباع، لان انت اكيد راح تحسب سعر الاثاث ايش قد خليت بيه. هم الاتراك ما يحسبون سعر الاثاث. ليش ما يحسبونه؟ لان انت احسب حسابك انه انت قاعد ببلدك، فانت من تريد تشتري عقار راح تشتري ويا الاثاث لو بدون اثاث؟ اكيد بدون اثاث، لان اكيد راح تقول هذا اثاث مستخدم. بعض الاشخاص ما يستنظفون الاثاث، فهذا احد الاسباب اللي يكون شقتك ما تمشي. هذا السبب. السبب الثاني، التسويق مالتها مو مضبوط. يعني ممكن تكون عرضها عند شخص ما يعرف يسوق الشقة حتى يبيعها. فهذه السببين الرئيسيات اللي يخلون شقتك ما تنباع. إذا عندك شقة حاب تبيعها 2 وصالة 3 وصالة بناء جديد، يعني من 0 إلى 15 سنة، ممكن تعرضها يمنا وإن شاء الله إحنا نسوي لك إياها بصورة طبيعية وبصورة جدا ممتازة، وعلى أن يكون السعر أما مع السوق أو يكون يعني شوي أقل من السوق حتى تنباع بسرعة إذا تريد تبيعها. أشكركم.